نعم متتبعينا، السلام عليكم، مساء النور في هذا اليوم اللي هو يوم الثلاثاء. وفي هذا الشهر الكريم الانسان يحاول هذا للتنبيه انه يمشي بشويه والعجله الندامه. هذا تنبيه للسائقين وبالنسبه للسلامه الطرقيه. كنحيي جميع المغاربه اللي باقى فيهم الروح الوطنيه. كيف ما كتعرفوا المغاربه الكرام والجود ولله الحمد. كيف ما كتشاهدوا في هذا الاثناء في هذه الحادثه صراحه قاموا ابناء المنطقه بواحد المبادره باش نحاولوا اننا نشرحوا للاخوان كيفاش وقعت الحادثه. الخبر خاصنا نوصلوا للاخوان من المصدر. وتحيه لهذا الرجل من القوات المساعده اللي سال العمل ديالو وانه غادي المنزل ديالو حتى هو بدر هذا الرجل، وكذلك ابناء المنطقه ديال ولاد عزوز اللي جبدوا هذا السيد من تحت الشاحنه. كيفاش تمت الحادثه؟ بالنسبه لهذا صاحب الشاحنه انه كان جاي من طريق ازمور متجه للكروازما ديال ولاد بن الحسن قرب مدرسه دار الشيخ، انه جاي شاد لي من ديالو. صراحه كي نقف، لكن كيف ما قالوا شهود عيان ان سائق الشاحنه انه ما ماركاش قيف وبغى يدور على اليمين باش جاي باش داير باش تخشى صاحب الدراجه الهوائيه تحت من الشاحنه. كيتفاجئ صاحب الشاحنه ان السيد كيغوت لتحت، يعني داز ليه على رجليه مسكين. وصراحه كنحيي انا القوات المساعده وخاصه هذا الرجل وابناء المنطقه اللي كافحوا وناضلوا باش جبدوا هاد صاحب الدراجه الهوائيه من تحت الشاحنه بواحد الاعجوبه. وكذلك كنشكر صاحب هاد سياره الاسعاف اللي هو ابن المنطقه ديال دار بوعزه وكيخدم في سياره الاسعاف الخاصه، هو قام بواحد العمل تطوعي. كيف ما كتعرفوا المغاربه الكرام والجود، وتحيه لكل المغاربه اينما كانوا.